السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. عارفة ان بقالي فترة كبيرة جدا مش بنزل فيديوهات، بس غصب عني والله. ان شاء الله باذن الله. في الفيديو ده كان هعرفكم طريقة ازاي هنلبس البيبي، او هنلبس يعني الشنطة اللي بتحط فيها البيبي، عشان مثلا لو خارجين او رايحين في اي مكان. وشنطة البيبي دي او الحمالة بتاعة البيبي بنستخدمها من اول 3 شهور، ممكن لحد 6 7 شهور. يعني لو الطفل جسمه صغنون ممكن معانا للسنة، بس هما في السنة بيقدروا يتحركوا ويمشوا. انا كنت جايباها وكان جاي معاها الكفر ده بتاع الببرونة. تمام. فان شاء الله النهارده هعرفكم ازاي البيبي بيتحط فيه. مبدئيا انا عايزه، هو في طريقتين. اول طريقه لو هو البيبي هيتحط فيها ووشه لبره، فدي طريقه. والطريقه التانية لو البيبي هيتحط فيها ووشه لجوه. طيب يلا نشوف الطريقتين. اول حاجه بقى صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودعوا لوالدتي بقى والرحمه، ربنا يرحمها يا رب ويرحم اموات المسلمين اجمعين. بصوا، اول حاجه بسم الله. الطريقة الأولانية طبعا أنا هنا معايا طمطم عشان إيه؟ يعني تساعدني. تمام. بصوا، أول طريقة لو الأم هتبقى لوحدها، هتفردي دي كده أهو زي ما انتوا شايفين كده. نسويها أهو، وتجيب البيبي أهو بالراحة خالص. طبعا انتي لو انتي لوحدك بتحطي البيبي جواها الأول. تمام. بس طبعا بيبقى بالراحه، يعني دي عشان عروسه وانا بصور بايد واحده فمش ملك. اهو بتدخلي رجليه من هنا كده، في هنا للرجل اهو. وعلى فكره في حمالات برضو دلوقتي وانواع جديده طلعت، فانا دي اللي عندي يعني. ففي انواع كتير طبعا. بتحاولي تسلكي ايديه من هنا كده اهو، وتعدلي رجله كويس وتتاكدي ان رجله مش مزنوقه. يعني بصوا اهو، لان ساعات في اطفال بتتضايق من ايه، من الحته دي. فانتي تعدليه كده وتتاكدي ان هو مظبوط. وبعد كده انا عارفه بقى ان هي مش مظبوطه لان هي اصلا قديمه، فانا بوريكم بس ايه عملي عليها. بعدين بتبداي بقى تقفلي اللي في الجناب ده مقفول اهو، وده كمان هيتقفل. تبداي بقى ايه ان انتي تقفلي على البيبي كل الجوانب اهو. ثواني استنوا اقفلها واجيلكم اهو. دي كده شكلها، والبيبي جواها وراسه ليكي انتي اللي جوه يعني اهو. تمام. طبعا بقى بتحتاجي لما ترفعيه بتحتاجي حد يعملك دول زي المثلث كده من ورا علشان ويقفلهم لك، لان انتي مش هتعرفي تقفليهم لوحدك. دي كده طريقة سهلة اهي وما فيهاش اي حاجة، بس اهم حاجة فيها ان ايد الطفل تكون مش داخلة هنا عشان ما توجعهوش، تكون بره كده وحرة اهو زي ما انتم شايفين. ورجله اهو. والجزء ده يبقى برضو متهوي كده، ما يبقاش ضيق على البيبي عشان ما يضايقهوش مع البامبرز وكده اهو. تمام كده اهي. بس دي اول طريقة، دي سهلة جدا وتقدري انتي تعمليها، وحد بس يعملها لك لما ترفعي البيبي على صدرك. حد ايه يعملها لك من ورا من ورا، يعني يقفلك الايه الكباسين دي من ورا كده. دي اول طريقة. تعالوا بقى نشوف تاني طريقة. طيب هو تاني طريقة دي محتاجة بقى ان انتي تلبسي الشنطة الاول، يعني تلبسيها على جسمك وتقفليها من ورا وتظبطيها. وبقى مام بابا او اي حد معاكي ينزل الطفل في قلبيها. يعني انتي خلاص لبستيها اهو، وحد بقى يقوم حاطط البيبي برضو. بصوا ننزل، بس طبعا ده بقى بيحصل وانتي لابساها اوكي. ما ينفعش نعمل كده ونحط الطفل وهي كده، لا انت بتبقي بقى لابساها اوريدي اصلا. هي اصلا فيها اهي تانية عشان يبقى البيبي شايف. برضو نعدل فتحة الرجل كده علشان ما يبقاش متضايق. نقفل دول
اهو. انتي قبل ما تحطيه بتكوني لابساها ومظبطه كل حاجه، وحد بيحط البيبي دي بتبقى مفروده كده، فطبعا عشان هما هيتضايق يعني كده، يعني ليه كده، فانتي بتتنيها كده بحيث ايه يبقى هو شايف وانتي شايلاه اهو. وده بيبقى الشكل النهائي بتاعها. تمام. او يعني يا رب اكون قدرت افيدكم على قد ما اقدر. انا طبعا عشان بصور بايد فمش عارفه اظبطها قوي، بس يعني يا رب اكون قدرت افيدكم. دي كده تاني طريقه اهي. دي بتحتاج حد بعد ما انتي تركبيها عليكي حد يحط البيبي ليكي. والطريقه التانية ممكن انتي تحطي البيبي، ولكن بعد ما ترفعيه برضو حد يربطها لك من ورا عشان ما تبقاش تتفك، وبعد الشر البيبي يعني ممكن يقع او حاجه. الطريقتين دول سهلين جدا. في كمان انواع كتير جدا حديثة طلعت يعني كتير جدا. مش هقدر طبعا اقولها عشان ما يبقاش اعلان. دي كانت حاجة بسيطة عندي، فانا حاولت ان انا يعني اسهل عليكم الامهات الجديدة واعرفكم ازاي بتتلبس. اما في انواع جديدة بقى طالعة دلوقتي وحاجات بتتلف وكده، ف يعني كل ام وحسب برضو حالتها المادية، وكل ام وحسب راحتها. وفي ناس مش بتفضلها اصلا، براحتكم بقى. يعني ربنا يحفظ ولادنا ويخليكم كده يا رب ويكرمكم. دمتم سالمين وبألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.